رقص واحتفالات في موسم الرياضة على جثث الشهداء، ومظاهرات عالمية حاشدة للتضامن مع غزة، وحضور عدد كبير من الفنانين في الاحتفال. ياسمين صبري وجورجينا بيتقابلوا من جديد في مكان واحد في حفل افتتاح موسم الرياضة. هل تعمدت ياسمين صبري والظهور ورا جورجينا ورونالدو؟ ويا ترى مين هي اللي بتقلد التانية؟ كل ده هنعرفه في عمل خربشة. بعد ما محمد سلام اعتذر عن مشاركته في موسم الرياض، راح مكانه فنانين مصريين كتير، مش بس محمد أنور اللي قام بدوره في مسرحية زواج اصطناعي. ورغم كل الهجوم اللي على الفنانين اللي تجاهلوا القضية العربية الفترة اللي فاتت، لا ده كتير منهم مش بس تجاهل، ده سافر افتتاح موسم الرياض وسط احتفالات ورقص وغنى. مش هتصدقوا مين اللي راح وعملوا ايه. الساعات اللي فاتت تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية استقبل عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة في حفل عشاء جالة خلال الدورة الخامسة من احتفالات موسم الرياض. من ضمنهم ياسمين صبري ونانسي عجرم ومحمد هنيدي واحمد عز وشيكو واصاله ومحمد عبده واشرف عبد الباقي وعمرو يوسف ومحمد حماي وبيومي فؤاد واليسا ورابح صقر ومحمد انور واللاعب البرتغالي رونالدو وجورجينا والملاكم العالمي تايسون ونجوم عالميين اخرين. وده كله وسط فرح وبهجه وحدوث فاير ووركس في سماء الرياض، بينما يحدث قنابل فسفوريه في سماء غزه. وده مبالغه بعد موقف محمد سلام المشرع، ده خلى تركي يعند دولي وخلى الاحتفال يكون مبالغ فيه كأنه بيفتتح مهرجان كان السينمائي. الجمهور اتصدم من ردة فعل وتجاهل للفنانين على الرغم من انهم مشهورين ولهم متابعين كتير. يعني لو كانوا دعموا القضية واعتذروا عن الحضور كان هيبقى لهم تأثير إيجابي، ولكنهم تجاهلوا. الكل كان مفكر بعد اعتذار محمد سلام عن السفر للسعودية هيسبب إحراج كبير لباقي فريق العمل وهيعملوا زيه ويعتذروا، بس اتفاجئ ان محمد انور هو اللي هيكون مكان محمد سلام. مش معنى ان محمد سلام اعتذر هتكون نهايه العالم وان التجهيزات والطقوس اللي كانوا بيحضروها في شهور تبوظ. البعض شايف ان ده شغله وانهم زي الدكتور والمهندس وغيره. هل حد منهم اعتذر بسبب اللي حصل ولا كل الناس حياتها ماشيه؟ والبعض شايف ان دول فنانين يعني بيمثلوا واعتذارهم عن الحضور واجب، لان اللي عملوه ملامحهم اللي بتضحك وبيهزروا ظهرت في الصور وما بقاش مصدقين، خاصة بعد الفيديو اللي كان منزله محمد أنور على صفحته وهو بيعيط على اللي حصل في المستشفى المعمداني واللي حذفه بعدها لما سافر السعودية ويطلع يرقص ويغني عادي. أما بالنسبة لياسمين وجورجينا مفيش شك إن اللقاء ده من اللقاءات المنتظرة أو ممكن تسميه لقاء الجبابرة. صحيح إن ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز مش أول مرة بيجتمعوا بمناسبة واحدة، اتجمعوا قبل كده السنة اللي فاتت في حفل جي أووردز، لكن المختلف المرة دي هو القرب جدا من بعض. ياسمين كانت قاعدة ورا رونالدو وجورجينا في حفل افتتاح موسم الرياض وكأنه نسخة منها، وطبعا الجمهور ما سابش حاجة زي دي تعدي مرور الكرام من غير ما يعلق عليها بالتعليقات المضحكة. فمن المعروف ان الجمهور بيحط ياسمين وجورجينا في مقارنة، وان دايما بيتوجه الاتهام لياسمين انها بتتعمد تقليد جورجينا في كل حاجة، في اللايف ستايل، في الازياء، حتى في الصور. وردت ياسمين على الاتهام ده في مقابلة قبل كده وقالت احنا بنمجد قوي في الشيء الاجنبي. وفي اليوم ده نانسي عجرم اتصورت مع رونالدو وجورجينا في الكواليس، لكن ياسمين بالرغم من قرب المسافة الا انها ما اتصورتش معهم. وانتوا رايكم ايه؟ هل كان من المفروض على الفنانين انهم يعتذروا عن الحفله زي محمد سلام؟ وده وقت مناسب تقلد فيه ياسمين صبري جورجينا؟ ولو وصلت معانا لحد هنا ادعمنا بلايك واشترك بالقناه.